يا صباح الخير والفل والياسمين. سؤال بيتكرر كتير. باشمهندسة، احنا عايزين نشتري شقة في الغردقة. ايه رأيك وتنصحينا بايه؟ اولا لازم تحدد البادجت بتاعتك، لان الغردقة مش زي اي بلد مثلا عادية في الصعيد او في مناطق يعني زي بلادنا في بحري او كده. الغردقة فيها فرايتيز كتير. يعني ايه؟ عندنا الحاجات اللي على البحر اللي بالدولار وباليورو، وعندنا الحاجات اللي مستوى عالي، لاكشريان، مستوى رجال الأعمال والناس اللي عايشة هنا في الغردقة بس مش على البحر. وعندنا الليفل المتوسط، وعندنا حاجات لوكال جدا ما تتخيلهاش ان هي في مدينة زي مدينة الغردقة. عندنا عشوائيات كتير والحمد لله، والبركة يعني الحاجات اللي بتطلع عشوائية دي. طيب انت عايز، لازم تبقى محدد بالظبط انت معاك كام وعايز تشتري فئة ايه. متشطب مش متشطب، على البحر، حاجة استثماري، حاجة تتفسح فيها انت وولادك وتأجرها في الصيف، حاجة تعيش فيها لونج تيرم يعني تفضل قاعد فيها بقى ومقيم وبتشتغل وولادك في المدرسة. لازم تبقى محدد انت جاي الغردقة ليه. اغلب الناس اللي بتيجي الغردقة مش عارفة هي جاية ليه ولا عشان ايه، وعشان كده بتشتري حاجات غلط او بتأجر في اماكن غلط بارقام كتير، وفي الاخر تكتشف ان يعني هي ممكن بالفلوس اللي دفعتها ايجار تلاقي نفسها كان ممكن تشتري شقة في منطقة مناسبة لمستواهم الاجتماعي عادي جدا، من غير ما كانوا يعني هم عندهم معتقدات عن الغردقة ان هي غالية قوي، وان هم يفضل ان هم يقعدوا في شقة ايجار ما يشتروش عشان مش هيقدروا على سعر الشقق، وفي الاخر يكتشفوا ان في شقق بسعر قليل قوي اقل بكتير من امكانياته. فاسهل حاجه واحسن حاجه انك تبقى محدد المبلغ اللي معاك عايز تعمل بيه ايه، وهتقعد فيها فترات قد ايه علشان ما تبقاش مقفوله. فانت لو هتاخد في شارع عادي هتفضل مقفوله، وممكن تبقى شقه كبيره وغاليه وتبقى مش مستفيد بيها، فلوس متجمده. لكن ممكن تاخد حاجه اصغر علشان انت مش بتيجي غير مرة مثلا في السنة، وطول السنة هي بتجيب لك دخل، فانت ما جمدتش الفلوس، انت كده ايه، حركتها. دي النصيحة الأولى. النصيحة التانية، لو حضرتك بتشتري فئة الكومباوندات والحاجات اللي على البحر، دي تمام، انت اشتريها متشطب عادي جدا، لان هم اغلبهم بيبقى عندهم ستاف مهندسين كويس يعني الى حد ما، بحد كويس من الخبرة بيقدم لك تشطيبات مستواها كويس. لو اتناقشت معاهم في تغيير الوان السيراميك او الصحي او الصيني هيبقوا متفاهمين. لكن بالعكس، لو انت بتشتري من عماير اهالي، غالبا صاحب العمارة بيشتغل العمارة اجتهادي، فبيعملها بشكل عشوائي وما بيبقاش بكواليتي كويس، ما بيبقاش منقي التأسيس بتاعها ولا الكهرباء ولا عنده أصول هندسية في الموضوع. ف ما انصحش خالص 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 بشراء حاجة في المناطق اللي هي الأهالي من مالك العمارة متشطبة. بنصح دايما هي تبقى على الطوب، خصوصا ان كمان الرسم بتاعها غالبا بيكون معماريا مش متقسم حلو. هتلاقي عندك مشاكل، مطبخ صغير، حمام كبير، عك كتير كده. ف... فتلحق فيبقى عندك فرصة انك تلحق نفسك، انك تعيد تقسيم المساحات زي ما تحب. ممكن يبقى مقسمها 3 اوض صغيرين، فتكسب واحدة لصالح الاتنين التانيين، توسع الاتنين التانيين خصوصا لو ما عندكش اطفال كتير. او ممكن يكون تقسيمة اوضتين صغيرين وريسبشن كبير بزيادة، فتاخد وتوسع الاوض بيهم وهكذا. فالتقسيم المعماري غالبا بيبقى مش حلو، فلو تشطب هيبقى انت زودت الطينة بلة زي ما بيقولوا لو خدتها متشطبة. وعشان تفورها تكلفة رهيبة، فلوس هتحرقها، بتتحرق يعني. هو بيبقى لسه مشطبها اول امبارح، ومش عاجباك، فانت تفورها يعني بيبقى عك كده وعشوائيه. يعني ايه السيراميك راكب لسه ما كملش مثلا 3 4 شهور، والشقه اتباعت، صاحب الشقه مش عاجبه اللون يروح يكسرها كلها من الاول وجديد ونعملها تاني. التكسير وتنزيل والرتش والعك ده عماله. لكن لما تبقى اقصد مصاريف وعماله وفلوس. لكن لما تبقى انت
البيت ده قديم والناس اوريدي سكنت فيه وقعدوا مثلا قد 10 12 سنة وبتفور الشقة make it logic. خلاص الحاجة expired وأنا عايزة أجدد. لكن الغريب إن أنا بشوف حاجات بسبب التقسيم المعماري لسه بشوكها متشطبة، والناس باشمهندسة احنا مش عاجبنا التقسيم كسري. للأمانة أنا ما ببقاش قادرة أعمل ده، وبحاول ألاقي أبسط الحلول علشان ما نوصلش لخسائر مادية كبيرة. ده أنا بتكلم عن شخصيتي، وخسرت شغل كتير بسبب النقطة دي، لأن الناس طبعا في أصحاب شقق وأصحاب بيوت بيبقى قلبهم جامد ومش فارق معاهم الفلوس. أنا دي ما بفهمهاش قوي أو ما بحبهاش قوي، فبتشغل بحاجة تكون عقلي مدركها. مش عايزة خساير للناس، مش بحب ده. نهاركم سعيد، يومكم زي الفل. اتمنى تتابعوني وتقولوا لي ناويين تشتروا في الشقة في الغردقة فين بالظبط؟ سياحي ولا اهالي ولا في العشوائيات؟ اوعوا تشتروا في العشوائيات. يومكم سعيد.